يعني لو الام بتهاجم الاب، لو الام بتتكلم مع الولاد وحش على الاب مش دوره ان هو يقول للولاد وحش، يتكلم مع الولاد وحش عن الام. هو هيقول لهم لو هي وجهه نظرها كده، هي امكم وهي ليها وجهه نظر معينه، ممكن تكون هي شايفه ان انا شخص مش كويس، او شايفه ان انا في حاجات ضايقتها في علاقتنا ببعض، انما في النهايه امكم دي انسانه كويسه وبتحبكم. بس مش لازم يمدح فيها، مش لازم يقول عليها احسن حد في الدنيا، بس يقول لها ان العلاقه اللي بينكم، العلاقه اللي بين الطفل وبينكم، بين البنت مثلا او بين الولد وامه، دي علاقه انت لازم تحترم امك، لان دي امك اللي واخده بالها منك. حتى لو هي عندها مشاكل معايا، انت مش دورك ان انت تقف في صفي قدامها. ساعتها الطفل ده هيبقى متحرر ان هو يحب امه زي ما بيحب ابوه، لان ابوه بيقول له كده. حتى لو امه بتقول له ما تحبش ابوك، بس اتليست هنا الولد ما يبقاش شايل الحمل بتاع ان هو لو انا حبيت امي مضطر اكره ابويا، ولو انا حبيت ابويا مضطر اكره امي. ساعتها الاب هنا بيحرر الابن اتليست 50%، من حقك انك تحبهم هما الاثنين، وده بيريح الابن جدا. لان في اولاد كتيره بيبقى عندهم المشكله دي، ان هو كتير بيجوا يبقوا واقفين جنب الام وبيبصوا على الاب، فدايما لما يجوا يتكلموا على الاب يتكلموا عنه وحش. ليه؟ لان الام شايفه ان الاب ده زوج زي الزفت. بس ممكن يكون الاب ده ما كانش زوج، ما كانش اب وحش، هو كان زوج وحش بس ممكن يكون كان اب عادي، كان اب كويس، كان بيحاول، كان في اسباب خلته مش اب كويس، مش زوج كويس، بس هو كان بيلعب دوره. فساعتها البنت هتبقى شايفه الاب من منظور الزوج، فاحكامها على الاب هتبقى وحشه، فاوتوماتيكلي هتبقى شايفه الرجاله زي ما امها شايفه ابوها، فده بيعمل مشاكل. عشان كده كل ما انا انسان بلعب الدور بتاعي وببقى انسان محترم في علاقتي بالبارتنر بتاعي حتى لو سبته، كل ما الاطفال هنا بيبقى عندهم حريه في ان هم ياخدوا الام والاب في قلبهم، وده حاجه مفيده للاطفال. انما كل ما انا ابقى ريجيد وماسك الاطفال، كل ما اوتوماتيكلي الاطفال لما بيكبروا هيزقوني بعيد، وهيقربوا من البيرنت اللي كان بيتشتم وكان بيتقال عليه والكلام ده كله. ده بيبقى عمليه صعبه لو البيرنت ده ما كانش قايم بدوره بشكل كبير، لو ما كانش اب كويس. بس انا لازم احترم ان البيرنت ده ربنا خلقه للولاد دول، وانا مش دوري ان انا اعوضهم عنه، دوري ان انا ابقى سبورتيف ليهم من الدور بتاعي كأم او اب. والحاجه الثانيه، العلاقه اللي بينهم وبيني تبقى علاقه مباشره، وانا احاول ان انا لو في حاجات ممكن اساعدهم فيها اساعدهم فيها.